السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب تكون بخير. النهارده معانا كل الأخبار اللي تخص نجوم كرة القدم العالمية، وأول خبر هنبدأ بيه النهارده هو نادي انتر ميامي. انتر ميامي من بعد ما عرف إن هو هيقابل النادي الأهلي وحش أفريقيا وأفضل نادي في الكون في أول مباراة ليه، أول مباراة افتتاحية لكأس العالم للأندية في اليو اس اي، جري وعمل صفقة. تفتكر مع مين؟ أو عايز يجيب مين؟ عايز يجيب نيمار. كمان هنتكلم عن عودة المان سيتي للفوز في البريمير ليج، كسب ليستر سيتي 2-0. كمان تدعيمات الفريق في يناير. كمان انتقال ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول إلى ريال مدريد، It's done deal. فنربخش التركي يجدد التفاوض عشان يضم كيفن دي بروين. بيقول لك ميسي اول ما عرف النادي الاهلي هيلعب معاه المباراه الافتتاحيه بيجي له كابوس اسمه امام عاشور. طلب من اداره نادي انتر ميامي اللي هو اصلا شريك في النادي ان هم يروحوا يتعاقدوا مع صديقه الصدوق نيمار. تقارير صحفيه كتير ربطت اسم انتر ميامي بالتعاقد مع نيمار، اكبر نصبه كرويه في التاريخ. تعالوا نبص على نيمار. نيمار اتنقل لنادي الهلال السعودي في صفقه كلفت خزينه النادي السعودي 98 مليون دولار. ده بخلاف راتب نيمار السنوي اللي وصل ل 107 مليون دولار. طب نيمار قدم ايه علشان ياخد الفلوس دي كلها؟ قدمش ولا اي حاجه. 90% من الوقت اللي قضاه في الهلال قضاه في مستشفى الهلال بيتعالج. المصيبه الكبيره دلوقتي ان قيمه نيمار التسويقيه على ترانسفير ماركت 15 مليون يورو. يعني انت بتتكلم في ملاليم بالنسبه للنادي السعودي دفعه. النادي السعودي في فرصه كبيره جدا ومش عارف يعمل ايه، ولكن في مفاوضات جاده من نادي انتر ميامي مع نيمار ان هم يدعموا الفريق لكاس العالم، وان نيمار يختم حياته في انتر ميامي مع صديق عمره ميسي. والكلام ده اتربط لان نيمار مؤخرا اشترى بروبرتي او اشترى بيت في ميامي. فلما الناس بقى شافت ان هو راح اشترى بيت في ميامي فهو بيأهل لانتقاله لانتر ميامي. المدير الفني لنادي انتر ميامي جيراردو مارتينو قال ان هو ما عندوش مانع ان هو يتعاقد مع نيمار، ولكن هي دي كلها شائعات لحد دلوقتي. مش معقول ان انا اربط اسم لاعب علشان هو اشترى بروبرتي في المكان اللي احنا بنلعب فيه معنى كده ان هو هينضم لنا. ولكن هو ما عندوش مانع ان هو يضم نيمار، ولكن لازم نيمار ان هو طبعا ياخد مرتب اقل بكتير جدا، لان قواعد اللعب النظيف في اليو اس اي ما بتسمحش بالمبالغ المجنونه اللي بتدفع في السعوديه. فيا ترى النادي السعودي هيعمل ايه؟ يا ترى هيبيع نيمار ب 15 مليون يورو؟ قلب عندك يا ابو نواف. امبارح مان سيتي كسب ليستر سيتي 2-0. احرز الاهداف سافينهو وايرلينج هالاند. واكيد طبعا كلنا شايفين متابعين الاخبار ان مان سيتي بيعيش كبوه السيزون ده، وبصراحه واقع حفره مش عارف يطلع منها. بليف ات اور نوت، السيتي خسران 9 ماتشات من اخر 13 ماتش خدهم السيزون ده. ده رقم كبير جدا. وفي محاوله من نادي مانشستر سيتي ان هم ينقذوا التيم قبل ما يحصل له كولابسنج وينهار بالكامل في صفقتين المفروض ان هم هيتعاقدوا معاهم قريب جدا، وصفقتين من الدوري الالماني. اول صفقه معانا هي فلوريان ويرتز لاعب بايرن ليفركوزن. ده لعيب عنده 21 سنه، وفي اخر 15 ماتش عامل 14 مساهمه تهديفيه، 7 اهداف و7 اسيست. بيلعب ميدفيلد. وتاني لاعب هو جمال موسيالا لاعب نادي بايرن ميونخ، برضه صاحب 21 عام، وفي اخر 13 ماتش عامل 11 مساهمه، 9 اهداف و1 اسيست. برضه بيلعب في خط النص ميدفيلد. تقريبا جوارديولا حط ايده على المشكله اللي بتقابل الفريق، هي خط النص. مفيش حد قادر ان هو يوصل هالاند عند الجون، علشان كده جايب 2 ميدفيلدرز. المتوقع ان خزينه النادي الانجليزي تتكلف لكل لاعب 100 مليون باوند. الاسعار راحت في 60 داهيه. اطلب زيزو اللي انت عايزه. الكسندر ارنولد لاعب ليفربول، واحد من 3 لعيبه عقودهم هتنتهي السنه دي، منهم محمد صلاح اللي خلاص بيحط الرتوش الاخيره. اللاعب الثالث هو فيرجيل فان دايك. صلاح وفيرجيل فان دايك مستعدين ان هم يقعدوا مع ليفربول، ولكن الكسندر ارنولد عايز يخوض تجربه احترافيه فين؟ ريال مدريد. الكسندر ارنولد خلاص مضى مع ريال مدريد، وبيحطوا بس الرتوش الاخيره ويتويرنج فور ذا اناونسمنت. هيعلنوا عن الخبر قريب جدا، وانا شايف انها هتبقى منافسه شرسه جدا ما بين الكسندر ارنولد وكارفاخال وكمان لوجاس فاسكاس. نيجي عند اللاعب واحد من اهم لاعيبه البريمير ليج في السنوات الاخيره، الا وهو البلجيكي كيفن دي بروين. كيفن دي بروين في
برضه تقارير تركية بتقول ان نادي فنربخشة حابب ان هو يتعاقد مع كيفن دي بروين، ده برضه بخلاف كل الانديه السعوديه تاني. برضه تاني الانديه السعوديه اللي بتجري ورا كيفن دي بروين عايزه خدماته، ولكن حاليا كيفن دي بروين عايز يقعد في نادي مانشستر سيتي. وجدير بالذكر يا صديقي العزيز ان كيفن دي بروين الكونتراكت بتاعه برضه هيخلص صيف 2025. كل سنه وانتم طيبين. ناس كتير ماشي. اخر خبر معانا النهارده هو فوز ليفربول على ويست هام 5-0 او 5-0 خارج الديار في ليله توهج فيها الفرعون المصري محمد صلاح. مو صلاح run down the wing. محمد صلاح بيتربع على عرش الهدافين في البريمير ليج برصيد 17 هدف، فارق 3 أهداف عن أقرب منافسي إيرلينغ هالاند. محمد صلاح اللي في الماتش ده كل الناس تغنت بيه، وتحديدا محلل قناة سكاي سبورت جيمي ريدناب اللي قال على محمد صلاح ده فينومينال، يعني الظاهرة محمد صلاح. well done يا ابو مكة. والله ليفربول بيحافظ على صدارته للدوري الانجليزي ب 45 بوينتس، وبيفرق 8 بوينتس عن صاحب المركز الثاني. مين بقى؟ ارسنال؟ تشيلسي؟ سيتي؟ نو، فورست نوتنغهام، الحصان الاسود في البريمير ليج السنه دي. بس كده يا سيدي، دي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده. Thank you very much for watching. Peace يا مان.